ازيكم؟ رسالة إلى الفنان الخلوق والخجول والطيب محمد فوزي. رسالة إلى الفنان اللي أجمع عليه كل الأجيال في حب محمد فوزي. رسالة إلى الفنان اللي قدر يجمع حب النوبي ود الجبايل والعربي، وما اكتفاش بكده كمان، وقدر يجمع ما بين كل محافظات وجه بحري في حب محمد فوزي. اسم محمد فوزي انتشر في كل السوشيال ميديا، وكان رائع أو ترند زي ما بتقول، بس اسمه كان ترند في صدمة، في وجع، في حزن، في خوف من الدنيا اللي احنا فيها. محمد فوزي ما كانش فنان كده عادي، ما كانش بيقدم رساله وخلاص. وانت اصلا كبني ادم في حياتك دي بتقضي رساله، ايا كان الرساله اللي انت بتقدمها عامله ازاي. ورساله ابو زيزو كانت ممتده من مصر للسودان. قدر يفرحك ويفرحني ويفرح كل الناس. من سنه 90 اجمع كل الاجيال على حب الرجل ده. لما بنسمع مناسبه فيها محمد فوزي انت بتجري، ولا بتسال على مين العريس ولا مين العروسه ولا انا يخصني اصلا في الفرح ده ايه. ابو زيزو له علاقه حلوه مع ربنا. ابو زيزو كان بيقدم رساله، ورسالته ان هو يفرحك ويفرحني ويفرح كل الناس. وعايز اقول له يا بختك بعلاقتك مع ربنا. كل اهل اسوان وخارج كمان اهل اسوان بيدعوا لك بالرحمه والمغفره. الصغير والكبير بيحبك يا ابو زيزو، وهتفضل دايما في قلوب محبينك امبراطور القلوب. واخيرا وليس اخرا ادعوا له بالرحمه لان هو الان يسال. اللهم اغفر له وارحمه، وثبته عند السؤال واجعله من اهل الجنه. واتمنى من مسؤولين الاقصر واسوان يشوفوا حل في الطريق الصحراوي او الطريق الغربي، وبالذات من وصلة كوبري فارس لحد ادفو، لان كل يوم وكل ساعه وكل ثانيه بيحصل حوادث هناك. ويا رب استر طريقنا وطريق كل اللي ماشي على الطريق ده. رحمه الله عليك يا ابو زيزو، ويا رب يجمعنا جميعا في جنته. بس عديل.